الناس شافته هو ناجح وهو بيكبر خطوه ورا خطوه، فقالوا ايه بقى؟ مرتاح، الدنيا ضحكت ليه، الفلوس بقت في ايده سهله. فالكل شاف الصوره، بس محدش عارف القصه. محدش شاف الليالي اللي نام فيها مهموم، ولا حد شاف الايام اللي كان بيعد فيها الجنيه على الجنيه، ولا الخسارات اللي مر بيها وكان بيبتسم بعدها عادي جدا. الناس شافت النتيجه بس محدش شاف الطريق. بداوا بقى يبصوا في رزقه ويعدوا عليه النعم، وكسب كام وفلان اشترى ايه ودي ربنا كرمه بالشكل ده، ونسوا ان ربنا قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. يعني الارزاق مش بايد الناس ولا بالمقارنات ولا بالحسد، كل واحد ليه رزقه وليه معركته وليه ابتلاءه اللي ربنا كاتبه له ومحدش يعرف عنه حاجه. يمكن اللي انت شايفه وركب عربيه ده عنده هموم لو اتحطت على جبل تهده، ويمكن فلان اللي فتح محل ده شايل مسؤوليات اكبر من اللي انت تتخيلها واللي انت ما تتخيلهاش. في حديث بيقول ايه بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود. لان في ناس بدل ما تدعي ليك بالبركه بتتعب نفسها وهي بتراقب في حياتك. بس الحقيقه ان رزق غيرك عمره ما هيزود رزقك، وانت فاكر او متخيلتك انك لما تبص رزق غيرك ربنا هيكرمك وهيديك زيه. لا، انت رزقك مكتوب كما قال الكتاب. فلو قضيت عمرك كله بتبص على النعمه اللي في ايد الناس، عمرك ما هيبقى عندك وقت تقعد تشكر ربنا على النعمه اللي مديها لك انت. فركز في ورقتك، ما تبصش في ورقه حد.